كل أوراقها في هذه الحرب، أم أن لديها ما تخفيه إلى حد اللحظة لم تستخدمه إلى اللحظة؟ أولا مساء الخير ليك ولضيفك الكريم مساء والسادة النور. المشاهدين. يعني طبعا واضح من رسالة مجتبى خامنئي أمس، وهذه الرسالة التي تؤكد استمرار هذه الحرب، أن إيران ما زال لديها من الأوراق الكثير في هذه المواجهة، ويبدو ذلك يعني واضحا من خلال ما يصدر أيضا من الطرف الأمريكي والإسرائيلي معا. فالتقارير الأمريكية والإسرائيلية التي أصبحت تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن النظام الإيراني صامد ولا يمكن إزالته بهذه الحرب، رغم أن التقديرات الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية في البداية كانت تتحدث على أن النظام سينهار وفقا للضربات الأمريكية والإسرائيلية معا، وهذا لم يحدث. الأمر الآخر، حتى التصريحات الخاصة بمسألة منصات إطلاق الصواريخ وغيرها من يعني الاستهدافات التي تقوم بها الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية معا على إيران، حتى الآن لم تؤتي نتيجة حقيقية على أرض الواقع. ما زالت الصواريخ يعني منصات الصواريخ تعمل، والصواريخ تصل إلى داخل إسرائيل. فيبدو أن مسألة التهيئة واضحة من قبل الطرفين سواء الأمريكي أو الإسرائيلي تجاه رغبة حقيقية في إيقاف هذه الحرب، وإن كانت حتى لفترة مؤقتة في هذا التوقيت، لأن يبدو أن الحسابات الاستراتيجية سواء كانت على المستوى الاستخباراتي أو حتى مستوى التقدير العسكري لم تكن صحيحة تجاه إيران. ويعني وضح ذلك أننا تخطينا اليوم الثاني عشر من هذه الحرب، وما زالت إيران صامدة، بل بالعكس. يعني ما حدث على أرض الواقع في إيران أن هناك التفاف شعبي حول القيادة الإيرانية، عكس ما كان يتوقع ترامب وكانت تتوقع إسرائيل. اليوم رأينا مشاهد للرئيس الإيراني وعلي لاrijani وغيرهم في الشارع وسط الناس، في يعني رغم وجود قصف ووجود أيضا حتى كانت أمطار موجودة. فبالتالي يبدو أن كافة الحسابات الاستراتيجية كانت خاطئة تماما في تقدير هذه المواجهة، والطرفان في هذا التوقيت يريدان يعني كما نقول هدنة، مثل ما حدث في حرب الاثنى عشر يوما، أن يكون هناك إيقاف لهذه الحرب مع طبعا وضع احتمالية لمواجهة سلسة. ولكن السؤال، هل إيران ستقبل بالهدنة في هذا التوقيت، أو يعني هي تشعر الآن بأنها تمارس ضغوط ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط على لو السؤال هو، إسرائيل يستطيع على المرشد تجرع كأس السم وأن يرفع راية الاستسلام حفاظا على ما تبقى من هذا النظام؟ هذا السؤال، يعني حتى يمكن أن ينهي هذه الحرب ويكسب من فقد خلال هذه الحرب، على اعتبار أنه بدأ يفقد أصدقاء في المنطقة. يعني الاستسلام بالنسبة للنظام الإيراني هو انهيار النظام الإيراني. إذا أعلن المرشد الاستسلام سينقلب عليه الشعب قبل أي شيء. منذ عام 1979 واندلاع هذه الثورة والشعارات الثورية والدستور الإيراني وما يحدث على أرض الواقع ونراه منذ عقود من تحمل عقوبات ودخول في مواجهات عسكرية، وكل هذه الامور وفق الاحلام الايرانيه لامتلاك برنامج نووي قوي وبرنامج صاروخي باليستي، وكل هذه الامور وعلي خامنئي الذي اغتيل على يد الامريكان. هل من المتوقع منطقيا لن يخرج نجله ويقول استسلمنا والامر انتهى؟ استسلام النظام الايراني هو انهيار النظام الايراني، لكن ايران وفق المعطيات والمعلومات المتوفره ووفق يعني دراسة حالة هذا النظام العقائدية والسياسية، هذا النظام لن يستسلم، هذا النظام ينهار. هذا أمر من الوارد أن يحدث، لكنه يرفع راية الاستسلام هذا الأمر مستبعد تماما. والدليل على ذلك كم نوع من العقوبات وكم عدد من العقوبات الاقتصادية فرضت على إيران وتحملها الشعب الإيراني بشكل أو بآخر، طيب، ومعه هذا النظام حتى نقول أنه سيستسلم لمجرد أن هناك واضح. ضغوط عسكرية شديدة تمارس عليه. أستاذ مجدي، نتنياهو يوم أمس يقول أن الحرب حققت إنجازات وغيرت ميزان القوى في المنطقة، واليوم يدعو تحرينوت الانطباع في إسرائيل تقول أن واشنطن تميل إلى توسيع نطاق الحرب. تستطيع إسرائيل تحمل استنزاف اقتصادي وعسكري طويل الأمد؟ إسرائيل تستطيع أن تتحمل شهر شهرين ليس أكثر من ذلك من ناحية الاستنزاف الاقتصادي، وأيضا الداخل الإسرائيلي الذي سيبدأ بالأسئلة وبالاحتجاج.
أنا شخصيا ما كنت أذهب لأقول بأن Get coins for every flight or hotel booking and also earn your airline miles. الأضرار التي ألحقتها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية بالنظام معنويا وأيضا عسكريا. يعني هناك تدمير تام تقريبا لكل المنشآت العسكرية وقيادات التحكم والسيطرة التابعة للبسيج ولحرس الثورة وللأمن الإيراني. هناك الكثير من الضربات التي توجع الإيرانيين بشكل كبير، أقصد النظام هنا. أما بشأن سمو التفاف الشعب الإيراني حول القيادة لا نرى ذلك. يعني نرى من يخرجوهم إلى الشوارع وهم من مؤيديهم، ولديهم مؤيدين كثر هناك داخل طهران أو داخل إيران، ولكن كل التظاهرات تكون داخل طهران. ماذا مع المدن الأخرى؟ من جهة أخرى نحن نرى أن يعني الولايات المتحدة وإسرائيل ذاهبتان في تنفيذ الخطة المرسومة، يعني رسمتا خطة عسكرية والآن هم يعني يذهبون لتنفيذ هذه الخطة العسكرية. هناك أهداف يتم استهدافها كل يوم. وزير الدفاع الأمريكي وزير الحرب الأمريكي يتحدث عن 1500 هدف يوميا. يعني الأمور ليست سهلة، وهناك أيضا تكثيف لهذه الضربات. ولا نرى بأن ترامب سوف يوقف الحرب فجأة. سوف يتم يعني ترتيب الأمور بشكل أنه إذا أوقفت الحرب يكون هناك إنجازات كبيرة للولايات المتحدة ولإسرائيل في وقف الحرب. أما بشأن الجولة الثالثة هذه الإمكانية واردة، ولكن خلال مرحلة وقف الحرب والمفاوضات يمكن أن يتوصل الطرفان إلى حلول أخرى تمنع من إيران الاستمرار في البرامج البالستية والنووية والأذرع وما إلى أستاذ مجدي، وربما يكون هناك اتفاقات اقتصادية واسعة واضح، لكن المنطقة لم تعد تحتمل أي جولات. يعني أنت انظر ما حدث خلال تقريبا أسبوعين، دخلنا الأسبوع الثالث، حجم الخسائر الاقتصادية التي أثرت على ليس فقط دول المنطقة، العالم بأكمل الآن يبحثون عن حلول، وعلى إيران أيضا. مجموعة إيران السبع خارج المعادلة. بالطبع كل الدول تأثرت فالمنطقة ربما لا تتحمل أي جولات. هنا نتحدث أيضا، هنالك مسألة لافتة أستاذ مجدي، إذا كنت تملك أي معلومات أو ردود الفعل على الأقل عن اختفاء مجتبى خامنئي، أن يقرأ خطابه عبر التلفزيون لا بالصوت ولا بالصورة، فقط كلمات تقرأ. ما التوقع السائد في إسرائيل الآن؟ هل هو على قيد الحياة فعلا؟ يعني أنا لا أريد أن أذهب إلى فرضيات، لكن ما الذي يقال؟ لا نتحدث عن فرضيات. هناك احتمالات لهذا الحدث أو لهذا الوضع. الاحتمال الأول أن حرس الثورة أرغم اللجنة التي تنتخب بانتخاب مجتبى خامنئي، مع العلم أن مجتبى خامنئي مصاب وإصابته على ما يبدو بليغة بحسب المعلومات المتوافرة لدى الاستخبارات الإسرائيلية. كم هي دقيقة لا أعلم، ولكن هذا ما يتحدث به. إصابته كانت بالغة لأنه كان مع والده عندما اغتيل في نفس المكان وفي نفس الغرفة. من جهة أخرى هناك الآن سيطرة تامة لحرس الثورة الإيراني على كل مجريات الأمور، وحتى على الكلمة التي ألقيت باسم مجتبى خامنئي. لذلك يعني هناك شكوك حول قدرته على القيادة وقدرته ربما على الكلام. سمعنا وزير الحرب الأمريكي يقول بأن ربما تشويها حصل له، لا نعرف، ولكن يعني الاحتمالات واردة. وعندما يتحدث وزير الدفاع أو وزير الحرب الأمريكي بهذا الأمر طبعا يستند إلى استخبارات قدمت له ولا يتكلم من راسه يعني. وأيضا في الجانب الإسرائيلي يتحدثون بأن مجتبى لا يريد، يعني يخشى أن يخرج أو يخشى أن يظهر نفسه، وهذا يعني بأن وضعه ليس عاديا وليس سليما 100%. ومن يقود الدولة أو النظام الحرس الثوري هم حرس الثوري، والحرس الثوري علي وعلى أعدائي على ما يبدو. هناك تخبط كبير في الضربات الإيرانية تجاه الدول العربية من جهة وتجاه إسرائيل والولايات المتحدة من جهة. وهنا أسأل أستاذ هشام، تخبط كبير كما يقول أستاذ مجدي في قرارات الحرس الثوري، ويطرح تساؤل أو تعميق للشكوك في سلامة مجتبى خامنئي الجسدية، بدل أن تبدد القيادة الإيرانية أو حتى الحرس الثوري هذه الشكوك. أنت كيف تقرأ ما نسمعه فقط ويقال؟ لم نرى أي شيء إلى حد الآن. يعني من ناحية مجتبى خامنئي نحن أمام يعني 3 سيناريوهات. السيناريو الأول أن يكون
الاختفاء هدفه أمني وحمايته، وأن ظهوره علانية قد يتسبب في اغتياله، لأن هذا الأمر سيكون له آثار صعبة جدا على الداخل الإيراني إذا تم اغتيال مجتبى خامنئي. السيناريو الثاني هو ما طرحه وزير الحرب الأمريكي، أن هناك إصابة بليغة له لمجتبى خامنئي تمنعه من ممارسة مهام عمله، لكن يعني تم اختياره من خلال مجلس خبراء القيادة بضغط من الحرس الثوري حتى يكون هناك سردية الدم والانتقام لعلي خامنئي، وهذه السردية هامة جدا في تحريك أيضا وكلاء إيران في المنطقة. أما الفرضية الثالثة وقد تكون حقيقية، أن يكون مجتبى خامنئي أصلا قد تم اغتياله، وأن الإعلان عن اسمه كمرشدا لإيران في هذا التوقيت حتى تكون أعين إسرائيل وإيران، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، البحث عن شخص غير موجود بالفعل على أرض الواقع، وبالتالي يكون هناك فرصة للحرس الثوري أن تطال يده كل شيء ليس فقط في إسرائيل ولكن حتى في المنطقة كما نرى، ويكون الأمريكان ومعهم إسرائيل يبحثون عن اللا شيء، وأن مجتبى خامنئي غير موجود، وسيتم إعلان وفاته أو اغتياله لاحقا إذا استطاع الحرس الثوري والدولة الإيرانية. بالمناسبة أستاذ هشام، بالمناسبة الخارجية الأمريكية اليوم أعلنت عن جائزة مقدارها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجتبى خامنئي وعلي لاریجانی مستشار الأمن القومي وقادة آخرين بالحرس الثوري. وبالحقيقة اللافت أن مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني وعلي لاریجانی ظهروا اليوم أو يوم أمس، يعني صور نشرت توردتها مواقع إخبارية، خرجوا أمام العلن في بمسيرة يوم القدس. أستاذ هشام، هذا كيف تقرأه؟ يعني من الممكن أن يخرج علي لاریجانی يتحدى الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ترصد جائزة لمن يدلي بمعلومات عنه. يعني ما دلالة هذا التباين؟ ما الذي نفهمه؟ هذا الخروج لعلي لاریجانی والرئيس الإيراني وغيرهم من بعض القادة كان رسالة إلى يعني رسالة داخلية في البداية إلى الشعب الإيراني أن الأمور تحت السيطرة، وأن القادة الإيرانيين غير مختبئين، يعني كما طيب إذا كانوا غير مختبئين لماذا ترصد الولايات المتحدة؟ يعني تريد إقناع لربما الذي يتابع الآن بأن الولايات المتحدة لا تعرف مكان علي لاریجانی؟ السؤال هو ما الاستراتيجية الأمريكية بالحقيقة؟ يعني تطرح تساؤلات منطقيا إذا كانت الولايات المتحدة لا تعلم بوجود أو مكان علي لاریجانی الذي هو لربما هو في مرحلة ما أو إلى حد هذه اللحظة هو من يقود، خصوصا وأنه كان حديث عن أن علي خامنئي المرشد السابق قد أوكل مهمة قيادة إيران لو تم اغتياله إلى علي لاریجانی. لا أعرف إذا كنت تتذكر ذلك. يعني بالطبع علي لاریجانی ليس شخصية عادية بالمرة. علي لاریجانی هو حلقة الوصل ما بين كافة أجهزة الدولة في إيران، وخاصة بعد اغتيال المرشد، وما زال له كلمة عليا ومسموعة في الداخل. هو ليس بالشخص السهل على المستوى السياسي. رصد الإدارة الأمريكية لهذا المبلغ من أجل الإدلاء بمعلومات عن علي لاریجانی أو حتى عن المرشد مجتبى خامنئي لها أهداف أخرى، ليست مسألة أن الاستخبارات الأمريكية لا تستطيع الوصول مثلا إلى مكان علي لاریجانی أو مجتبى خامنئي، ولكن قد يكون الهدف أعمق من ذلك بكثير، هو إحداث حالة من الانقسام ويعني المزيد من الشخصيات الإيرانية تعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وصالح إسرائيل. فهذا لا يمكن أن تكون هناك معلومات من خارج إيران. نعم. المعلومات ستأتي من الداخل الإيراني، فبالتالي عندما تستطيع الاستخبارات الأمريكية الحصول على معلومات ليست فقط عن هاتين الشخصيتين فقط، ولكن عن أمور أخرى، يعني نستطيع أن نقول أنها قد تكون عملية تجنيد بشكل أو بآخر من خلال الولايات المتحدة الأمريكية للداخل الإيراني، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا أن الحكم سيكون من الداخل وليس من خلال الضربات العسكرية أو غيرها. طيب أستاذ مجدي، الحديث عن الصواريخ الستة التي فتحت جبهة لبنان الآن، وهنالك من يشبه ما سيحصل في لبنان لو أقدم الجيش الإسرائيلي على احتلال جنوب لبنان بأنه ستحدث يعاد سيناريو عرب 48، هنالك من يسميها بعرب 26. هل فعلا اليوم إسرائيل مقتنعة بضرورة الدخول رغم كل الدعوات الدولية لإلغاء فكرة الدخول